السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الهدى ووصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبي وصفوة المرسلين وإترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلة على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والثادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وسراته ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده المنتجى
ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وهججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لبهجه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلا على صراطه حسمكم الله من الظلام وآمنكم من الفتن وتعاركم من الدماس وذهب عنكم الرجس وتعاركم تتثيرا وعظمتم جلالا وأكبرتم شأنا ومجدتم كرما وعدمتم ذكرا وبكتم ميثاقا وأحكمتم عقد طاعته ونسأتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وسرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم مارب واللازم لكم لاغب والمقصر في حقكم ظاهر والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهل ومأذن وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره
إليكم بل والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عادى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوى وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المنفوذة والباب المرتضى بالناس من أتاكم نجاة ومن لم يأتكم هلاك إلى الله تدعو وعليه تدلوا وبه تؤمنوا وله تسلموا وبأمره تعملوا وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جهدكم وذل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواكم ومن خالفكم فالنار مثواكم ومن جادكم كافر ومن هاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وتينتكم واحدة تابت وتورت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه مهتدين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتسليمنا إياكم فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلهبه لاهب ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه تامر حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر صالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وإذا خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقالدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم
ومنزلتكم عنده وكرامتكم علي وخاصتكم لدي وقرب منزلتكم من أبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي وشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعد بكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم مبال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحب لمن هاربكم محقق لما حققتم مبتل لما ابتلتم مطیع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم معتمد لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم منتظر دولة شمائي آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم ضائف بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أهوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تمام ونصرتي لكم مقدم حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فماكم ماكم لا ما غيركم آمنت بكم فتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين فإذ بهم الظالمين لكم الجاهدين لحقكم والماردين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار وثبتني الله أبدا ما أيت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن يقتص آثاركم
ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في غافيتكم ويمكن في أيامكم وتقطعين غدا برؤيتكم فأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وهده قبل منكم ومن بسده توجه بكم ممالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وهجج الجبار بكم فتحنا وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهاب ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبتت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين سعت كل شريف لشرفكم وبخى كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جاد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أهلا أسماءكم شیرین تر از نام شما چیه أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم از شما با وفاتر کیه و اصدق وعدکم کلامکم نور کلام شما همه نوره و امرکم رشد امر شما فرمان شما رشده و وصیتکم التقوا وصیت شما تقوا و پرهیز از گناه و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان شهادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و الصدق و الرفق و قولکم حکم و عتم و رأیکم علم و علم هست ان ذکر الخیر کنتم اقبله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه
بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الضر وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفاجر في الهلكات ومن النار أبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وتلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاقة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المخمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشان الكبير والشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبحق من ائتمنكم على صدقه واجتباكم بقدرته واستراكم أمر خلقه وقال طاعتكم لطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفاء أقرب إليك من محمد وآل بيت الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليك يا أبا